من تيك توك والفلوس والشهرة للحبس المشدد، بدأ من تحت الصفر، شعاره بيع أي حاجة تتخيلها وبأقل الأسعار، من أول اللبس لحد الأجهزة والموبايلات. بس بين يوم وليلة الحال اتشقلب بيه، وبسبب مافيا أخدوا تابلات وزارة التربية والتعليم اتحط هو في وش الأزمة واتحكم عليه ب15 سنة حبس وهو في الصين. ورغم إنه نزل بلده يدافع عن نفسه إلا إنه لسه في الحبس. يا ترى مين هو صاحب محلات كوكو أند اس وإيه مصيره؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. كارلوس حشمت، بس الناس عرفته باسم كوكو، وهو شاب من الوراق بسيط بس دماغه بتشتغل 1000%. بدأ من لا شيء وفتح أول محل ليه سنة 2015، فكرة مختلفة وقتها، يبيع الأجهزة والمفروشات والإلكترونيات بسعر الجملة حتى لو حد هيشتري قطعة واحدة بس. فكرته ضربت والناس حبت الأسعار وطريقة العرض، لايفات طول الوقت، عروض ونزول أسعار، وأسلوبه كان قريب من الناس. من مجرد صفحة على فيسبوك بقى عنده سلسلة فروع في أماكن كتيرة زي شبرا مصر وفيصل وشبرا الخيمة. كبر كوكو بقى واحد من الوجوه المعروفة أونلاين، وبدأ يشتري صفقات تقيلة ويعرضها قدام الكاميرا على إنها فرصة مش هتتكرر، وكان عنده جمهور بيصدقه وبيشتري، والناس كانت بتستنى لايفاته كأنها ماتش كورة. وفجأة وبدون سابق إنذار الدنيا اتقلبت، وبدأت القصة يوم 3 سبتمبر لما جاله تاجر معروف بيتعامل معاه وقال له إنه معاه صفقة تابلات سامسونج عدد كبير وبسعر مغري، ومكتوب في الفاتورة إنها مصادرات من الجمارك، وكل الورق شكله قانوني. كارلوس زي أي تاجر شاف الورق واتكل على الله واشترى 500 تابلت وطلع بيهم لايف فرحان بيقول للناس الحق العرض، وعرض الأجهزة بمنتهى الثقة. لكن بعد أيام قليلة الدنيا خبطت وهو مسافر في الصين علشان يجيب شحنة تانية. الأمن دخل مخازنه وصادر كل الأجهزة، واكتشف إن التابلات دي مسروقة من مخازن وزارة التربية والتعليم، وتحديدا من المدينة التعليمية في أكتوبر. بدأت التحريات ولقوا الأجهزة دي متوصلة بسلسلة بيع طويلة، وفي الآخر وصلت لمحلات كوكو أند اس. كارلوس طلع لايف من الصين وقال أنا ما سرقتش، أنا اتنصب عليا. وحاجة إن التاجر اللي باع له الأجهزة طلع واخدها من تاجر تاني، وهو ده اللي سلم نفسه. وفي وسطاء كتير اتحقق معاهم واتسابوا علشان ثبت حسن نيتهم، إنما كارلوس لأ، اتحكم عليه ب15 سنة حبس مشدد هو وشريكه اللي عنده محل في شارع عبد العزيز. الناس ما بقتش مصدقة وكارلوس نفسه اتفاجئ، بس ما استخباش، قرر يرجع مصر ويسلم نفسه. قال أنا واثق في عدل القضاء، أنا راجع أواجه. وفعلا لما رجع واتحاكم حضوري اتحكم عليه ب10 سنين بدل 15، ورغم كده لسه بيصر إنه ضحية. في التحقيقات كارلوس قال إنه ما كانش هربان، وإنه كان في الصين لإنهاء صفقة جديدة، وإن الورق اللي استلمه من التاجر كان رسمي وما كانش عنده أي سبب يشك، بدليل إنه عرض الأجهزة لايف وباعها على الملأ، ولو كان عارف إنها مسروقة كان هيخبيها مش هيعلن عنها على صفحته. الموضوع ما وقفش هنا، أسرته بدأت تطالب بالعفو عنه، ووالدته طلعت في فيديوهات بتعيط وبتستغيث بالرئيس السيسي إن ابنها بريء وما عملش حاجة بإيده وكله بحسن نية، وقالت إن غيابه عن شغله هيأثر على مئات العمال اللي شغالين معاه، وإن المشروع ده مصدر رزق لبيوت كتيرة. شركائه في الصين كمان دعموا موقفه وكتبوا على صفحتهم إن كوكو مش حرامي، وإنه مجرد تاجر اتضحك عليه، وقالوا لو كان عارف كان هيخبي، ده كان بيعرض الأجهزة على اللايف قدام آلاف الناس. والقصة لسه ماشية والناس بتسأل هل فعلا كوكو مظلوم ولا كان لازم يتأكد الأول، وهل الشهرة والفلوس ممكن تنقذه ولا العدل بياخد مجراه من غير ما يبص للأسماء. الزمن هيرد، بس اللي أكيد إن خطوة واحدة غلط ممكن تغير مصير بني آدم مهما كان ناجح ومشهور، ولو مفيش وعي كفاية كل حاجة ممكن تتقلب في ثانية واحدة.